علينا تحية نضالية، تحية تنقرت مرة يسمى غير تبع المقام عارفينه. اليوم نهار انخراط كيجن اطوار المحاكمات، زيد المحاكمات توقعنا نشطة على المستوى يعرفي كما في اطار محاكمات نشطة الحراك الشعبي. نهار ما مش سلم انه تيجي المحاكمة النشطاء الحراك الشعبي خاصة المعتقلين الدروش، طبعا معتقل الدروش إضافة إلى المعتقل والناشط البارز الحراك الشعبي للنضال، ثم تحمى السلطنة. وتاز المحاكمات الممشية في إطار مجموعة من المحاكمات يتعرض النشطاء ديال الحراك الشعبي ديال الريف بشكل عام، خاصة للنضال، وتشبه بأنه حتى إقليم الدروش وإقليم النضال لهم معتقلين يتعرضون للمضايقات والاستدعاءات يومية، إضافة إلى إثمات سن للحسيمة. وذا نوز نهارا نعبا خرج من موقف تضامني مبدئي كيف مثلا دعما لهم ضد المحاكمات السورية، ضد تطبيق التهم التي وجهت إليهم، باش تسميت مثلا لا تهمة لهم إلا بأنهم فغن بمسيرات سلميات المطالبة بمطالب مشروعة. قرر الزيت حتى الجهات المسؤولة بما فيه الحكومة، وقال بأنه نهار موقف داعم للمعتقلين أو المختطفين، وجهوا مرة وجهت لهم الاستدعاءات، وإنما تتم الاعتقالات في إطارات غير قانونية وفي سياق غير قانوني في غالب الأحيان، ثم توجه لهم تهم بالمجان، تهم لا علاقة لها بالخرجات من السن السلمية كين. ونخاص إن شاء الله البراءة، كل البراءة المناظرين من التهم التي وجهت إليهم. وتحية الصمود والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زول دمغناس، تحية نضالية عالية لكافة المناضلات والمناضلين، تحية نضالية عالية لجماهير النضالية ماري أحرار وحرائر الريف النظري ومختلف ربوع مناطق الريف. نهار ممشي توارم محاكمة سوريا لنشطاء الحراك الشعبي، بعض نشطاء الحراك الشعبي من خلال المحكمة السورية ذلك محكمة الاستئناف. نهار توارد تهم واهية وملفات مطبوخة على سبيل المثال الحصر أن تقتدى غسل أن تستشهد غسل. التهمة الموجهة لتهمة أحمد السلطنة تهمة واهية تعود إلى سنة 2015، ولم يتم استدعاؤه إلى حين انخراطه لاحتجاجات الحراك الشعبي. باقا نهار من ورا ملفات فارغة وتهم مطبوخة، يعني يحاول المخزن عبر قناته، عبر المحكمة يدنية السورية تلفيقها للمناضلين وإسقاط مجموعة من السنوات ويعني والسجن بهم وتوريطهم في السجون وهم أبرياء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من جميع التهم المنسوبة إليهم. نهار ذاني التمييز تنكيجو بكير أنكيش كلية أكيد مذمغي جا المعتقلين ومعظم ونشطاء ومناضلين الحراك الشعبي من طلبة وشباب. ما مشيت وراء أنا مجنون، ما مشيت وراء تضامن مبدئي ولا مشروط هاكم معتقلين. نمشي ورا مخزن عما سنمات نقرا السنيتا يا إما ذا نقطع اعتقلت مرة اللي غاس تاخذ مرة وعلينا نهجموا لي معدوم سائرون. وتحية نضالية عالية مرة ثار وأحرار هنا أمام محكمة الاستئناف لمتابعة أطوار محاكمة مجموعة من الشباب المناضلين الذين خرجوا ليستنكروا التهميش والتضليل والقمع والاضطهاد، مطالبين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. للأسف الشديد عندما أن ترد الدولة بالاستجابة لهذه المطالب المشروعة قامت بقمعهم واعتقالهم ورميهم في السجون وترك أهاليهم وذويهم يقومون بنار هذا الاعتقال. أقول بكل شجاعة للذين يراهنون على الخطة الأمنية أنها ستفشل كما فشلت الخطط الأخرى، لأن الشعب الريفي عازم على مواصلة الكفاح والنضال حتى تحقيق مطالبه المشروعة وتحقيق كل ما يسبو إليه ابن الريف في بيئته من مستشفيات وجامعات وحقوق سياسية. محاكمة المجرمين سنة 1958 و 59، محاكمة المجرمين في المجازر والمقابل الجماعية في 84، هذه حقوق سياسية لن نتخلى عنها ولن نتنازل عنها. نطالب للدولة
بالاستجابة الفورية بإطلاق سراح المعتقلين وخاصة أبناء الحسيمة الصامدون. إنهم يستحقون منا وسام الرضا من درجة مناضل كبير، عوض ما أن تحتقلهم الدولة كان عليها أن تسند لهم الأوسمة، لأنهم فضحوا الفساد وفضحوا المفسدين. عوض أن تعتقل عليوة وأخنوش ومجموعة من جبابرة المغرب الذين نهبوا خيرات البلاد، وخاصة المسؤولين الكبار الذين لن تمد إليهم أيادي العدالة، نطالب باعتقالهم وإطلاق سراح جميع المناضلين الشرفاء الذين يناضلون من أجل حقوقنا. كلمة أوجهها للذين يتشمتون في الريف، أقول لكم موتوا في غيظكم. مناضلين شرفاء ليسوا بعملاء وليس بمتاجرين في الحراك، بل هم مناضلون منا وإلينا، يتحدثون باسمنا ويشرفوننا ويشرفون مقامنا، نعتز بهم ونفتخر بهم. إن التهم الرخيصة التي وزها على رئيس العصابة ديال الحكومة وزباين نيته الوسخة لا تمت بصلة إلى مناضلين. فكروا في شي حاجة أخرى بدل ما تفكروا في الكلمات. مثلا هل يحق لرئيس الحكومة وزبانيته أن يتهموا مناضلوننا بالانفصال؟ فها أنتم تدعون هؤلاء الناس للانفصال لأنكم تصنفونهم في خانة الانفصال. وهل كل من طلب المستشفى والجامعة والحقوق المدنية والسياسية، هل هؤلاء حينما ولدوا في الريف هل طالبوا أو تأكدتم بأنهم تنازلوا عن حقوقهم المدنية والسياسية حتى لا يطالبون بها اليوم؟ إنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة. فعلى الدولة أن تستجيب فورا، لأن الخطة الأمنية فشلت فشلا ذريعا. سوف لن تعود السكنة إلى دورهم، سيبقون شوقة في خناجرهم. تحية من الناظور إلى أبناء الحسيمة، إلى جميع المعتقلين، وعلى رأسهم القائد الرمز ناصر السفافي وكل الإخوة. ومن هنا أوجه تحية إجلال وإكبار المرأة الحسيمية الصامدة. أقول لك إننا معك على الهد سنناضل بجانبك ولن نتخلى عنك ولا على إخوانك في الحسيمة. وأقول للعياش والعبيد كفوا ألسنتكم الوسخة، راه ما عندناش حنايا داك الشيء اللي كتدعيو. لا توجد أي شيء مستفز عندنا، بل نحن مناضلون صامدون. اختبرتموننا في كل المراحل فوجدتمونا شجعان وأبطال، وسنظل كذلك إلى أن يتحقق مطالبنا ويطلق سراح معتقلنا، فالنصر نراه قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم. ولاد الشعب يخلفوهم، ولاد الشعب يخلفوهم، واعتقلونا وتعلينا، وارفع ايدك يا نظام عن شعبنا. واعتقلونا وتعلينا، وارفع ايدك يا نظام عن شعبنا. واعتقلونا وتعلينا، وارفع ايدك يا نظام عن شعبنا. واعتقلونا وتعلينا.
مختومين